من أجمل الطرق اللي أنا عملت بيها الفراخ المشوية هي في الكيس الحراري. بصراحة النتيجة هايلة ممتازة، وكمان بتطلع الفراخ طرية جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت طعمها خطيرة. الطريقة بتاعتها سهلة جدا، هعلمك النهاردة ازاي تعمليها بكل سهولة، ومش هتاخد معاكي وقت خالص. نبدأ بقى ونقول بسم الله. بس قبل ما ابدأ الفيديو، لو انت لسه ما اشتركتيش عندي انزلي تحت اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. نبدأ بقى. انا جبت هنا فرخة نقعتها ونضفتها كده وحطيت لها ملح، برضو حطيتها في شوية مية بملح ولحد ما نزلت كل الزفارة اللي فيها. وجبت بقى هنا عندي شوية كده من المكونات هقولك عليها. عندي هنا بصلاية انا بشرتها، وعندي هنا حوالي 3 معالق من معجون صلصة الطماطم، كمان طماطمية كبيرة مبشورة، وليمونة، وعندي هنا ملح، بابريكا، كركم، بهارات فراخ، وروزماري، وعندي هنا ورق لوري. هحط كل المكونات دي، معلقة كده من العسل عشان تديها اللمعة اللي انتي هتشوفيها دي. كمان العسل بيغير من طعمها ويديها طعم جميل جدا جدا. كمان احط معلقة ونص كده من دبس الرمان، برضو بيدي طعم حلو قوي قوي. احط كمان شوية. بعد كده اديها تقليبة عشان كل المكونات تندمج مع بعضها. كمان هحط كده معلقتين من الزيت. الزيت برضو من الحاجات اللي بتدي قرمشة كده للجلد بتاع الفرخة، وكمان بيديها لون حلو قوي. جبت الفرخة، هبدأ ادعكها كويس قوي بالحاجات الحلوة دي. افضل ادعك فيها لحد ما تتشبع بكل البهارات والحاجات الحلوة دي. عايزة اخلي اكبر قدر من التتبيلة دي يدخل في الفرخة عشان يديها طعم حلو كده. بعدين هدخل بقى بالفرخة دي في التلاجة حوالي ساعة او ساعتين. ويا سلام بقى لو خليتيها ليلة كاملة، ما اقولكيش على الطعم اللي هتبقى فيه. بس عشان انا مستعجلة، وطبعا برضو انا النهاردة ما لقيتش غير الفرارجي فاتح النهاردة، طبعا امبارح لما خرجت اجيب ما لقيتش، فانا جبتها النهاردة. فانا هخليها ساعتين بس. بس انت بالنسبة لك ممكن تجيبيها قبلها بليلة وتعمليها وتتبليها وتحطيها في التلاجة متبلة جاهزة. بعد كده تطلعيها بقى تعمليها هتلاقي قمة في الروعة. تبلها بقى تتبيلة كويسة كده، وافضل ادعك فيها لحد ما احس انها اتشبعت بكل التوابل دي. بعد بقى ما عدى ساعتين، اجيب صينية اللي انا هعمل فيها عملية التسوية. اجيب كيس حراري بقى. طبعا الكيس الحراري ده هو بيبقى جاي في ظرف كده كذا كيس من عند العطار. هفتحه بالشكل ده، وادخل الفرخة بتتبيلتها في قلب الكيس، وكمان انزل ببقية التتبيلة اللي في الصينية عليها. بعد كده هحاول اقفل الكيس، بس اخلي فيه شوية كده من الهواء، وافضل ارج الفرخة كده لحد ما احس ان هي اخدت برضو من بقية التتبيلة، واربط الكيس بقى كده. خلاص تمام معايا. انا فيه هو بيبقى جاي مسك مع الاكياس، بس بصراحة فك مني كذا مرة وكان هيحرقني. فكده افضل طريقة انا بقوم اقفل الكيس بالطريقة دي عشان يبقى محكم الغلق. بعد كده اجيب كوباية من المية احطها في ارضية الصينية عشان برضو تساعد على تسوية الفرخ. طبعا هي هتقعد في الفرن حوالي ساعة، من ساعة لساعة ونص. في الوقت ده هكون الفرخة استوت تماما تماما تماما. بصراحة قمة في الروعة. طبعا الصينية بتاعتي ألومنيوم، فانا هخاف عليها برضو ان هي تزرق مني. فالافضل طريقة ان انا اجيب كده حوالي معلقتين من الخل واحطهم في قلب المية. ده كمان بيخلي الصينية ما تسودش معاكي. بعد كده هعمل فتحة واحدة في الكيس كده، هي جاهزة معايا ادخلها الفرن. طبعا الفرن كنت مولعاه من شوية يعني حامي، هيطلعها جميلة قوي قوي. وده شكلها بعد ما طلعت قمة في الروعة، جميلة جدا جدا جدا. مش قادرة اقول لكم ريحتها وطعمها. جربي الطريقة دي، بصراحة هتعجبك قوي قوي قوي، وكمان هتنفع معاكي في العزومات.
يلا بقى يا حلوين، عايزة احلى تعليق واحلى لايك، ولو انت لسه ما اشتركتيش عندي انزلي تحت اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.